الله باذن الله بقى حاجز لك في كافيه اخليكي تنسي الدنيا النهارده اليوم بتاعنا. ربنا يخليك، شكرا. بقول لك ايه، انا عندي اغلى منك ايه؟ نعم. هو انا ممكن بس عندي طلب صغنن خالص. ما تقولي يا بنتي في ايه وانا غريب؟ هو انا ينفع بس اروح اشوف ماما قبل ما اروح الكافيه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ هو انا مش طالبه حاجه. هو يعني انا بقول لك حاجز لك في كافيه خليكي تنسي الدنيا النهارده، ومش لازم، مش عايز اقول لك فلوس ومش فلوس عشان مش تقولي انت بتعايرني. مش بقول لك طب انا ما شفتهاش بقالي كتير وهي تعبانه. بعايرك. طب احنا طالعين نخرج، إيه اللي جاب سيره امك يا استاذ؟ ما ترد عليا. ما انا بقول لك انا ما شفتهاش بقالي كتير وهي تعبانه، المفروض ان انا اروح ابص عليها. انا في حياتي ما شفتش كده بصراحه، يعني احنا خارجين ورايقين ومبسوطين وانت نكدت علينا. امشي يا بنت الحلال، امشي عشان الناس ما تتفرجش علينا. ما تمشي. مش همشي. مش عايزه تمشي؟ طب خليكي زي ما انت وبشوف واحد يوصلك في داهيه يابا. هي دي اخرتها؟ هذا اللي بيختار الفلوس؟ نهد. هو اتاخر ليه؟ ايه؟ ايه يا ناهد؟ ايه يا محمد؟ ايه يا اتأخرت بنتي؟ كده ليه؟ ايه في ايه؟ عايزاك ايه في ايه؟ قلقتيني. ماما كويسه؟ كله كويس الحمد لله. امال ايه في ايه؟ مفيش حاجه. ده انا سبت صحابي، كنا لسه طالعين في مكان كده عشان نروحوا نشوفوا التنسيق وكده. طب بص يا محمد، بس معلش انا عارفه ان هو مش وقته وانا عارفه الدنيا عندك، بس لازم ان انا اصارحك. انت كويسه؟ الحمد لله. طب في ايه؟ طمنيني، قلقتيني. اديني فرصه اتكلم. مفيش حاجه، بس انا زهقت يا محمد، انا زهقت بجد. انا بقالي 5 سنين قاعده جنبك، انا اتخللت. انا لو في سيخه كان زمان استويت. زهقتي؟ ما ينفعش. 5 سنين وزهقتي؟ 5 سنين؟ ده 5 سنين خطوبه. ما غصب عني. غصب عنك وانا كمان بشتغل شغلتين وانا كمان غصب عني. اتفضل خطوه واقدم في كليه الشرطه، خطوه واحده. لسه هنستنى ما تشتغل وتكون نفسك وتعمل تجيب الشقه. ايه الكلام ده؟ كتير قوي يا محمد. مش ناهد ديت. بص من الاخر كده يا محمد بقى، عشان ايه ابقى السكه ودغري معاك. بس انا راجل بشوف بعيني. انت عايزه تقولي لي ان احنا مش هنكمل، صح؟ وفي حاجه تانية، بس بالله عليكي ما تكسرنيش. انسحب يا ناهد من غير ما تكسرني. يا محمد انا في واحد متقدم لي وعنده فلوس وجاهز وابويا قال لي فسخ الخطوبه. انا الصراحه يا محمد كتير قوي كده. ما يشرفكيش، صح؟ قصدك ما يشرفكيش على ابن بواب، صح؟ لا والله يا محمد، انت لو جاهز كنت ماشي، بس احنا ما يقول لك كل شيء اسمه نصيب وانا رضيت بنصيبي. صح. ياه، انت ايه اللي جابك هنا؟ وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ وانت مش كنت ظابط؟ ايه اللي حصل؟ بس بلدنا دي يا ناهد ما بتاخدش الا بالمظاهر، عشان ابويا بواب وانت رديت بيا وعارفه. غيرك مرضاش بيا، دولتنا. باباك بواب، ما ينفعش تشتغل ظابط، ما ينفعش تقدم في كليه الشرطه. اصحابي كلها دلوقتي اللي في نقيب الحمد لله رضيت بنصيبي. اشتغلت عامل نظافه، مش عيب، الشغل مش عيب، لكن كرامتي ما اقدرش استنزل عنها. ولو عايز اجيب فلوس زي اللي انت تتكلمي عليه ده في يوم من الايام ودلوقتي ظهر الموقف، كنت اتنازلت عن حاجات كتير، بس انت اتنازلتي للاسف يا ناهد. بس كده. فانا الحمد لله رضيت بنصيبي. رق عليك انت. مين ده؟ حماتي؟ ده القدر والنصيب. فوزي ابني فين؟ تعالي وانا اقول لك. يا خساره،
يا خساره يا ناهي.